في رجل كان نايم ببيته جنبه زوجته واولاده نايمين بغرفتهم، بيقوم باب البيت بدق بطريقه جنونيه، بروح بوقف عند الباب، بتطلع بالعين السحريه بلاقي زلمه غريب بيفتح الباب، بقول له انت مين؟ انت العماره كلها سمعت صوت الدقه. قال له لا تخاف، الضجيج اللي انا عملته ما حدا سمعه غيرك. قال له كيف يعني؟ قال له لانه ما حدا شايفني بهاي العماره غيرك. قال له ليش؟ قال له لانه انا جاي اخذك. قال له ليش تاخذني؟ قال له لانه هلا وقتك. قال له طب استناني بس بدي اروح اصحي مرتي اقولها شكرا لانه اليوم عملت اكله كثير زاكيه، ما قلت لها يسلموا ايديكي لاني كنت مضغوط من الشغل وكذا فما قدرتها. قال له ما في وقت. قال له طيب اعطيني بس دقيقه اصحي اولادي العب معاهم، اليوم كانوا بدهم يلعبوا معي بس رجعت من الشغل قلت لهم انا مش قادر ومهدود حيلي وكذا. قال له بعتذر منك والله ما في وقت. فصار يصرخ انه انا ما بدي اروح ما بدي اروح ما بدي اروح. بصحى من النوم بلاقي مرته نايمه على يمينه بكل هدوء، بيروح على غرفته بيلاقي اولاده نايمين بغرفهم وبتختهم، بيرن على امه ليطمن على صحتها امورها تمام وكذا. من بعد